بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي أبناء الصف الرابع الابتدائي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله رب العالمين النهاردة هنتكلم عن مقارنة الأعداد الكبيرة ومقارنة الأعداد في صيغ مختلفة. الدرسين هنا أسهل من بعض، هم يعتبروا درس واحد بس مقسوم نصين، ولكن الموضوع بالنسبة لك سهل إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. نتكلم مع بعض عن المقارنة إحنا خدناها قبل كده في سنة تالتة، وخدناها في سنة تانية وفي سنة أولى، بس كل شوية كانت الأعداد بتكبر شوية. السنة دي هناخده نفس الكلام بس أكبر شوية، بس الموضوع سهل بإذن الله. نقول الدعاء بتاعنا: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل اللهم الصعب إن شئت سهلا. أول حاجة نتكلم عن المقارنة بين أي عددين. أول حاجة نعد الأرقام كل من عددين ثم نتبع الآتي. يعني الكلام ده تعال نبص مع بعض، ناخد مثال عشان نفهم مع بعض أكتر. قارن باستخدام أكبر أو أصغر أو يساوي. أديك المسألة الأولانية، بقول لك 4788 والرقم التاني 100. تلقائيا انت واطل كده على طول يمستر تقول لي ده 4000 ودي 100، يبقى بالتاكيد ده 4000. اقول لك كلامك حلو قوي لان انت شايف الارقام بالنسبه لك. طيب اقول لك كان ممكن طريقه تانيه، انا بعد دول اقول 1 2 3 4، دول اربع اعداد لكن دول ثلاثه بس. بالتاكيد اللي عنده اربع اعداد اكبر من اللي عنده ثلاث اعداد. تعال نبص تاني مع بعض، عد معايا: 1 2 3 4 5 6، يبقى دول ست اعداد اللي هم مين؟ 134,100. لكن ده تعال نبص، دول وحدات، دول ألوف، ده ملايين. يعني هنا ايه؟ 3 و3 يبقى 6 وواحد يبقى 7. أقارن كده، ده عنده 7 ده عنده 6. بالتأكيد اللي عنده 7 اللي هو مين؟ اللي هو 6,022,624. ايه ده؟ يعني المقارنه سهله يا مستر؟ المقارنه حضرتك تبص على الاعداد، تعد ده كام واحد وده كام واحد، واللي عنده اعداد اكتر هو الكبير. تعال نبص مثال تاني. طب واحد يقول لي مستر طب هما الاثنين قد بعض نفس العدد، يعني ده 6 وده 6، ده 4 وده 4، ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي مع بعض. بص كده معايا يا بطل. دول 3 3 وهنا 3 يبقى 6. طب هنا عد معايا 3 وهنا 3 يبقى برضه 6. ايه ده؟ هما الاثنين قد بعض؟ مش مشكله، ابدا اقارن بقى. أقارن من جهة اليسار، يعني أبص هنا، ده 8 ده 8، ده 3 ده 4، يبقى مين أكبر؟ بالتأكيد اللي عنده 4. فهمت حاجة؟ لا عد لي مستر. أقول لك هنا 8 هنا 8، ده 3 ده 4، مين أكبر؟ الأربعة. يعني حضرتك لما تلاقيهم هما الاتنين قد بعض أبدأ أقارن بالرقم، ده 8 يبقى التاني 8 زي منه، ده 4 يبقى التاني 4. لو لقيت إيه الكبير فيهم يبقى هو الأكبر. يعني تعالى نلعب عددين كده، ده 844,000 لكن ده 831,000، يبقى مين أكبر؟ بالتأكيد 844,000. اللي بعد منه يلا عد معايا، 3 هنا 3 و3 6، 3 و3 يبقى برضه 6. طب تعالى نقارن كده مع بعض يلا. أدي 9 ده 9، ده 8 ده 4، يبقى مين أكبر؟ بالتأكيد الثمانية. تعالى نلعب عددين كده مع بعض، 981,345، ده 944,500. يبقى الموضوع بالنسبة لنا إيه؟ ال 881,000 هي أكبر. ممتاز جدا اللي بيحل معايا. مقارنة الأعداد في صيغ مختلفة. يعني إيه مقارنة الأعداد بصيغ مختلفة؟ يعني أديك هنا سؤال هنا بيقول لك هنا 563,985. هنا بيقول لي مستر دي صيغة اسمها إيه؟ البطل اللي فاكر معايا؟ الصيغة اللفظية. إحنا خدنا الصيغة القياسية والصيغة الممتدة والصيغة اللفظية والصيغة إيه؟ التحليلية. هنا الصيغة اللفظية. طب تعالوا نبص مع بعض هنا، قلنا ألفا بعمل كومة واحدة، 563 يبقى 563,000. بعدها و900، أيوه 900 وكام؟ و85، 85 أدي الجزء بتاعنا. حلو قوي. طب هنكبر التالت دي شوية عشان صغير. طيب يوم هنا بعدها دي اسمها الصيغة الممتدة. أكبر رقم في الألوف. قلنا الألوف يبقى هعمل كومة واحدة بس. أشوف اللي ساكنين في الألوف مع بعض، ده 1000، ده ساكن في الألوف برضه، ده ساكن في الألوف، يبقى أقولهم مع بعض يبقى 574. أو ممكن تقول لي يا مستر اللي ساكن في المئات اللي هو 5، واللي ساكن في العشرات اللي هي 7، واللي ساكن في الآحاد اللي هي 4. أو تقولها مع بعض لو أنت مركز جامد، تقول لي مثلا 574,000. بعدها الثلاث أعداد اللي قاعدين تقولهم مع بعض، ال 819، يعني 819. أو تقول لي مستر الثمانية ساكنة في المئات والواحد ساكن في العشرات والتسعة. تعال نقارن كده، ده 3 و3 6، 3 و3 يبقى ده 6، يبقى قد بعض. أبدأ أقارن، ده 5 ده 5، ده 7 ده مين؟ ده 6، مين أكبر؟ بالتأكيد السبعة. ممتاز جدا، مركز معايا. تعال نبص مع بعض يلا.
5 ملايين و403. 5 ملايين يبقى أعمل قيمتين، أدي كومة أدي التانية. 5 في الملايين و403. طب هنا مستر ما قالش حاجة عن الألوف، يبقى الألوف هم التلاتة غايبين، بحط 3 أصفار. وثلاثة أروح حاطط 3 هنا، يبقى هنا برضو غايبين، إلى عشرات والمئات غايبين. تعال نبص مع بعض. أكبر عدد فيهم الألوف أهو، يبقى أعمل كومة واحدة. هنا مين؟ الألوف دول ده وده، وفي واحد تاني أهو. اللي ساكن في عشرات الألوف اللي هي مين؟ 50. واللي ساكن في مئات الألوف اللي هي 4. واللي ساكن في الأحاد الألوف الاتنين. بقول 400 أدي 5 في العشرات والاتنين، يبقى 452,000. بعدها 700 أيوه 52. 52 من غير ما أتعب نفسي خالص. تقول لي مستر ده ملايين، فبالتالي الملايين أكبر، يعني 5 مليون و3 أكبر من 452,752. قارن باستخدام أكبر أو أصغر يساوي. أنا عندي مجموع من الأعداد، تعال نبص مع بعض يلا بسم الله. 741,100,636. ده 741,100,616. طيب أول حاجة قلنا نعد الأعداد، ده 3 و3 6 و3 يبقى حاضر 9. 3 و3 6 و3 يبقى 9. أبدأ أقارن يلا. 741 ده 741، ده 100 هنا 100، ده 616 ده 636. يبقى مين أكبر؟ ممتاز جدا، يبقى 36. تعال نقارن تاني يلا. هنا أنا عندي 854,200,142. التانية 214,987,741. أبدأ أقارن. ده عنده 3 و3 6 و3 يبقى 9. 3 و3 6 و3 9، يعني عنده 9 وده عنده إيه؟ 9. أبدأ أقارن. 214 مليون ده 854 مليون. مين أكبر؟ تقول لي مستر بالتأكيد ال 800. ممتاز جدا. يلا بص معايا يلا هنا. وحدات ألوف ملايين. وحدات ألوف ملايين يبقى قد بعض، هنبص مع بعض. ده 200 ده 200، ده 432 ده 432، ده 347 ده 839. مين أكبر؟ ممتاز جدا اللي قال 800. يلا اللي بعدها. وحدات ألوف ملايين. وحدات ألوف ملايين. ده 100 ده 100، ده 452 ده 100. مين أكبر؟ بالتأكيد 400. ممتاز أوي، بيحل معايا. يلا بعدها. وحدات ألوف ملايين. وحدات ألوف ملايين. ده 35 مليون ده 35 مليون. 214,000 ده 987,000. مين أكبر؟ ال 900 أكبر. ممتاز، برافو عليك. يلا السؤال بعد منه. قول معايا. وحدات ألوف ملايين. وحدات ألوف ملايين. ده 7 وده 7، ده 100,000 ده 100,000. طب حلو أوي. ده 616 ده 616. إيه ده؟ لاحظت حاجة؟ برافو عليك، هما الاتنين يساوي. يلا معايا. وحدات ألوف. وحدات ألوف. 142,000 142,000. ده 214 ده 200 بس. مين أكبر؟ برافو عليك 214. اللي بعدها. وحدات ألوف. وحدات ألوف. 71,000 ده 17,000. إيه ده؟ مين أكبر؟ بالتأكيد 71. اللي بعدها. وحدات ألوف. وحدات ألوف. طيب ده 143,000 ده 536. يبقى مين أكبر؟ 536,000. يلا. وحدات ألوف ملايين. وحدات ألوف ملايين. 8 مليون 8 مليون. ده 2,000 ده 300,000. يبقى بالتأكيد 300,000 هي اللي هي إيه؟ اللي هي أكبر. مثال 5. كون عدد في عشرات الألوف أصغر من العدد اللي قدام. تعال نبص هنا. إحنا قلنا هنا وحدات هنا ألوف، اللي هنا في عشرات الألوف اللي هو مين؟ اللي هو التمانية. يعني حضرتك تكتب نفس العدد اللي هو 1 والأربعة والسبعة ودي كومة وادي الصفر، واجي عند عشرات الألوف أجيب عدد أصغر من ده. اللي أصغر منه اللي هو 7، وادي 1 ونزل السبعة والخمسة والأربعة. تعال ناخد سؤال تاني. كون عدد في مئات الملايين. هنا وحدات هنا ألوف هنا الملايين. أحد الملايين عشرات الملايين أدي مئات الملايين اللي هي 5. عاوز عدد أكبر من 5. أقول له سهلة جدا، يبقى أقول له 6 اللي أكبر منها، وأكتب باقي العدد زي ما هو. أهو بص كده أدي 7 3 4 وادي 122. تعال نخش على السؤال بعد منه.
كون عدد في المليارات أصغر من ده. طب في المليارات هنا وحدات، ألوف، ملايين، مليار، يبقى التمانية في المليار، السبعة في المليار. عاوز عدد أصغر من السبعة، أقول له 6 واكتب باقي العدد زي ما هو. أدي 3 2 4 324 أقول 789. سؤال تاني، كون عدد في عشرات الملايين. أدي عندي وحدات، ألوف، ملايين. اللي في عشرات الملايين اللي هي 8، عاوز عدد أصغر منها، هقول هنا 1 7 0 3 2 4 7 8 9. أنا كتبت نفس العدد، كل القصة غيرت مين؟ التمانية عملتها 7. سؤال تاني، كون عدد في المئات أصغر من ده. مين في المئات؟ ممتاز جدا، السبعة. أنا بكتب نفس العدد هو بس أغير الرقم اللي قال لي عليه، سواء بكبره أو بصغره. فبصغر السبعة أخليها 6 واكتب هنا الأربعة والاتنين والتلاتة. قارن باستخدام أكبر أو أصغر أو يساوي. تعال نبص مع بعض، ركز معايا كده. هنا صيغ مختلفة فخليك بطل مركز. هنا أبص على أكبر عدد هنا وأكبر عدد هنا وأقارن ما بينهم. هنا ممكن حضرتك تكتبه بالصيغه القياسيه وبعد كده تقارن، بس انا هعلمك دلوقتي تكنيك ازاي حضرتك تقارن ما بينهم من غير ما تعمل صيغه قياسيه، بس خليك مركز عشان تحل المسائل معايا بالراحه. هنا بيقول لنا ايه؟ 100000. طب بص هنا، دي كام؟ اكبر عدد ده 10000 يا مستر، يبقى مين اكبر؟ بالتاكيد 100000. شوف الموضوع سهل قوي من غير ما اكمل العدد ولا حاجه. يعني حضرتك تقارن الكبار مع بعض. تعال نبص تاني، اكبر عدد هنا اللي هو مين؟ تعال نبص مع بعض، دول وحدات، دول الوف، دول ملايين، يبقى 99 مليون. تعال نبص الجنب تاني، وحدات، الوف، ملايين، ده 400 مليون. يعني دي 99 مليون، ده 400 مليون. مين اكبر؟ ده اكبر، صلى الله عليه وسلم. تعال نبص يلا مع بعض، اللي ساكن في الالوف اللي هو العدد ده اكبر حاجه اللي هو مين؟ 788 الف. طب هنا الساكن في الالوف مين؟ بص كده، دول ساكنين مع بعض، ده 416 الف و7. بص كده، ده 416,000 لكن ده 788,000، هي بالتأكيد ال 788. تعال نبص تاني، ركز معايا. ده ساكن في الملايين أهو، وحدات، ألوف، ملايين. طب بص هنا، دول بس ساكنين في الألوف. بص كده، 200,000 و400,000 يعني 600,000. ده ملايين طبعا، الملايين أكبر منها كتير. تعال نبص مع بعض. هنا العدد ده 400,006، ده 300,007. مين أكبر؟ 400,006 ولا 300,007؟ بالتأكيد يا مستر 400,006. هنبص تاني يلا معايا، 7 ملايين و5 ملايين، مين أكبر؟ بالتأكيد 7 ملايين. 4 مليار، ده 4 مليار. 100,000، 100,000 إيه ده؟ هما اتنين مالهم؟ برافو عليك، يساوي وحدات، ألوف، ملايين، ده في الملايين، وحدات، ألوف، ملايين. طب اللي ساكن في الملايين هنا التمانية، واللي ساكن في الملايين مين؟ 146 مليون. مين أكبر؟ تقول لي يا مستر 146. حل معايا، 4 مليار، 4 مليار، 123 مليون، ده 426 مليون، يبقى مين أكبر؟ برافو عليك، 426 مليون. اللي بعدها وحدات، ألوف، وحدات، ألوف، ملايين. عاش يا بطل. يلا معايا، حل معايا، وحدات، ألوف، ملايين، وحدات، ألوف، ملايين. مين أكبر؟ يا مستر برافو عليك يا بطل، بتحل معايا. بص معايا هنا، 425 مليون، ده 541 مليون. مين أكبر؟ بالتأكيد 500، لكن ده 400 أكبر. ممتاز. 12 مليار، 12 مليار، هنا 100 مليون، هنا 100 مليون، ده 14,000 لكن ده 41,000. مين أكبر؟ بالتأكيد ال 41,000. يلا اللي بعدها، ده 254 ألف، ده 3 مليون، يبقى مين أكبر؟ ممتاز جدا اللي مركز وبيحل معايا. اختبر نفسك كتاب الأضواح في الدرس السادس، اختر الإجابة الصحيحة. ادينا عدد 423,012. احنا عاوزين عدد أكبر منه. 413 أكبر من 423؟ لا، أو لا، بالتأكيد دي غلط. أخش على بعدها، 420,000 أكبر من 423؟ برضه بالتأكيد ما تنفعش. 432 أكبر من 423؟ ممتاز جدا، دي الأكبر، لكن دي 315 ما تنفعش. يلا معايا، قارن معايا يا بطل. 5 ملايين، هنا 5 ملايين، دي 54,000 لكن دي كام؟
45 صلى الله عليه وسلم. يبقى مين أكبر؟ ال 54. يبقى اختار ألف. يلا بعدها يلا. وحدات ألوف، وحدات ألوف يبقى قد بعض. 206 هنا 206، دي 3 ده 3، ده 54 لكن ده كام؟ 45. يبقى مين أكبر؟ برافو عليك ال 54. يلا. 3 ملايين و1 مليار مين أكبر؟ بالتأكيد ال1 مليار. ممتاز جدا اللي مركز وبيحل معايا. الرقم المناسب الذي يجعل العلاقة دي اللي احنا شايفينها الجنب ده والجنب ده أخليها صحيحة. الجنب ده احنا شايفينه قدامنا اللي هو 6 ايه؟ 6 مليون 201 ألف 351 أكبر من ده. يعني ايه يا مستر؟ هنا عندي هنا 6 في المليون وهنا 6 في المليون، هنا 2 وهنا 2، هنا صفر وهنا صفر. طب الواحد أكبر من مين؟ ممتاز يبقى اللي صفر. الواحد أكبر من الصفر. لو أنت حضرتك حطيت أي رقم تاني غير الصفر ما ينفعش. ليه يا مستر؟ لو حطيت واحد هنا يبقى ده واحد ده واحد يبقى يساوي بعض. حطيت هنا 2 يبقى الجنب ده أكبر من ده. أنا عاوز الجنب ده هو أكبر من ده. تعالوا نبص تاني يلا. وحدات ألوف ملايين، وحدات ألوف ملايين يبقى قد بعض. هنا 67 مليون هنا 67 مليون، 353 ألف 353 ألف، 622 622. هما الاتنين مالهم؟ ممتاز قوي اللي قال لي يساوي. يلا. وحدات ألوف ملايين 999 مليون. ايه ده؟ ده 1 مليار. مين أكبر؟ بالتأكيد المليار، لكن دول في الملايين لسه. وبرافو عليك يا بطل. قارن معايا السؤال بعد منه. اداك صيغة بالنسبة لنا صيغة الوحدات، واداك هنا صيغة ايه؟ صيغة ممتدة ما يخصنيش وما اخافش منها. ده 465 مليون، ده 6 مليون. ايه ده؟ بالتأكيد من أكبر؟ ال 400 مليون طبعا. تعال نبص على اللي بعدها. يلا يا بطل معايا. وحدات ألوف ملايين مليار، وحدات ألوف ملايين مليار يبقى هم قد بعض. بس أبدأ أقارن بقى الأعداد. أنا عندي واحد واحد، ده 321، ده 231. مين أكبر؟ ال 300 طبعا. ممتاز أوي. 10 ده صيغة ممتدة، ده صيغة قياسية، دي 30,000 لكن دي 6000. مين أكبر؟ ممتاز جدا ال 30,000. مما يأتي 30 10 قلنا الكلمة جنبها بتديها. أنزل ال 30 10 تديها كام صفر؟ تديها صفر وواحد. القيمة المكانية لرقم 5. قيمة مكانية هكتب بالحروف. احنا قلنا هنا وحدات ألوف ساكنة هنا إيه؟ في الملايين. فين في الملايين؟ قول لي مستر في آحاد الملايين. تعال نبص على بعدها يلا. الصيغة القياسية للعدد 409. يعني إيه؟ 409. تعال نبص على بعدها. أصغر عدد مكون من الأرقام دول. قلت له الصغير. هتقول لي مستر صفر، أقول لك لا، الصفر ما تكتبش في الشمال. أو الواحد بعد منه صفر 5 6 8. صعب الكلام ده يا بطل؟ طيب تعال نبص يلا هنا. قيمة العدد 9. قيمة العدد قلنا في فرق بين القيمة المكانية وقيمة الرقم. قيمة الرقم بحط بالأصفار، بحط 9 وأعد قبلها كام رقم؟ 1 2 3 4. 1 2 3 4. صعبة دي؟ أتمنى يكون الموضوع سهل. اكتب بالصيغة القياسية، يعني أجمع العدد واكتبه إيه؟ بالأرقام. 423 ألفا. يبقى 1000 أعمل كومة واحدة. 400 يعني 400. حلو قوي. و23 يعني 23. أكتب 23 صلى الله عليه وسلم. اللي بعدها واثنى عشر ادي 12. طب هنا ناقص عدد احط صفر. يبص كده يبقى 423,000 وهنا ايه؟ و12. اكتب بالصيغه الممتده. اقول له سهل جدا. التلاته في الاحاد، الاتنين في العشرات تبقى 20، والواحد في المئات يبقى يساوي 100. ممتاز جدا المركز وبيحل معايا. اسئله امتحانات الادارات كتاب سلاح التلميذ. يلا حل معايا في سلاح التلميذ. يلا الموضوع سهل. وحدات الوف. هنا وحدات ألوف ملايين. يبقى مين في الملايين؟ الواحد. ده 1 مليون، لكن ده 234,000. مين أكبر؟ ممتاز جدا اللي قال المليون. يلا قارن كده. وحدات ألوف، وحدات ألوف يبقى دي قد بعض. ده عنده 6 وده عنده 6. 206,000 وده 206,000. ده 354 ده 345. يبقى مين أكبر؟ ممتاز جدا اللي قال لي مين؟ اللي قال لي 54. واحد يسأل سؤال يقول لي مستر إيه الرمز ده؟ أنا مش عارفه. أنا عارف أكبر وأصغر أو يساوي. الرمز ده غريب أول مرة أقابله، والرمز برضه ده اسمه التقريب. ماشي.
الرمز ده بتاعنا نتكلم عنه اكبر من او يساوي. يعني ايه يا مستر؟ انا مش فاهم. يعني حضرتك زي ما باباك مثلا يديك 10 جنيه، اقول لك ادي اخوك الاصغر منك قد منك او اقل منك. يعني اديله 5 جنيه زيك بالظبط، او تديله اقل منك، تديله 4، تديله 3. انت بقى ايه وضميرك يا بطل. تعال نبص مع بعض يلا هنا على السؤال بعد منه. 8 ملايين هنا 800,000. يبقى مين اكبر؟ ال 8 ملايين. ممتاز جدا. يلا حل معايا. وحدات، الوف، ملايين. وحدات، ألوف، ملايين. 89,000 هنا 89,000. 418 ده 418. 247 ده 147. مين أكبر؟ ممتاز جدا اللي قال لي 200. يلا السؤال بعد كده عند صيغة لفظية وصيغة قياسية. 465 ألفا. دي 465 ألفا زيها برضه. 900 دي كام؟ 700. يبقى مين أكبر؟ بالتأكيد ال 900. شوف سهل ازاي؟ يعني خدت الاجزاء بتوع الالوف وقارنتهم بالايه الموجودين في الالوف. تعال نبص تاني يلا حل معايا. 5 ملايين وهنا ايه برضه ملايين. حلو. 54,000 هنا كام؟ 45,000. يبقى مين اكبر؟ ممتاز جدا اللي قال لي 54. اداك سؤال كده غريب شويه، قال اي العبارات التاليه صحيحه؟ واحده فيهم صح بس الباقيين كلهم مش صح طبعا. ابص هنا ادي 4000 ل 4000. 664 اكبر من 646. بص كده دي 4 دي 4 دي 6 دي 6 دي 6 دي ايه؟ دي 4. بالتاكيد الاولانيه صح. شوف كده لو حبيت ابص على الباقيين، دي 4 دي 4 دي 6 دي 6. الاربعه دي اكبر من السته دي؟ لا بالتاكيد غلط. نفس الكلام في اللي بعدها. ادي 4 دي 4 دي 6 دي 6 دي 4. هل الاربعه اكبر من السته؟ برضه غلط. هل دول يساوي؟ دي 46 دي 64. برضه لا. يبقى الحل بتاعنا الف. هنحل السؤال بعد منه. 70 10 انزل ال 70 و10 امشيها لانها جنبها تديني صفر واحد. ادي 70 100 يبقى احط صفرين امشي دي جنبها تديها. دي 700 لكن دي 7000. مين اكبر؟ بالتاكيد ال 7000. يلا معايا هنا 8000 صلى الله عليه وسلم ب 70,000. مين اكبر؟ بالتاكيد ال 70,000. يلا قارن معايا. وحدات، ألوف، ملايين، مليار. وحدات، ألوف، ملايين، مليار. 3 مليار 3 مليار. 675,000 670,000. مين أكبر؟ بالتأكيد هنا إيه 75 أكبر من ال70. برافو عليك يا بطل. الرقم المناسب الذي يجعل العلاقة التالية صحيحة. طيب تعال نبص مع بعض. أدي العلاقة اللي قدامنا أهي. أبدأ أقارن عدد عدد. ده 6 ده 6 ده 201 دي 200. طب مش كده؟ هتقول 200 يبقى 200 بس لأن ال 201 أكبر من 200. أو أقارن أقول له 6 6 2 2 0 0. الواحد أكبر من مين؟ أكبر من الصفر. احنا كده نكون خلصنا الدرس بتاعنا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ربنا يفرحكم بأولادكم دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.